عمرك كنت عايز تاخد قرار ولقيت نفسك بتعمل عكس اللي حاسه؟ النهارده هنتكلم على الساوث ثيوري اللي كان السبب فيها جورج هربرت. جورج هربرت فيلسوفر وعالم اجتماعي. الساوث ثيوري بتتكلم عن ان السبب الرئيسي انك تكون ما بتعرفش تتعامل مع اللي حواليك هو انك تكون ما بتعرفش تتعامل مع نفسك. طب وانا اعرف منين اصلا اذا كنت بعرف اتعامل مع نفسي ولا لا؟ 3 علامات تبين انك عندك سوء تعامل مع نفسك. اول علامه هو انك تكون مش فاهم انت عايز ايه. تاني علامه بيكون عندك تشتت، والتشتت ده بيبقى سببه ان انت عندك كذا ديوتي او عايز تعمل كذا حاجه في نفس الوقت، ده غير الافكار اللي مش متنظمه. تالت سبب وده الاهم، بتكون بتاخد قرارات عكس اللي انت عاوزها. طب هو ده خطر؟ ده خطر جدا. تعال اقولك ده بيسبب ايه. اول حاجه بيكون قرارات غلط، تاني حاجه بتطلع ردود فعل غلط مش في مكانها، تالت حاجه وده اللي بنتكلم فيه ان بيكون عندك سوء تفاهم وسوء تعامل مع اللي حواليك. ايوه يعني اعمل ايه؟ امشي اكلم نفسي في الشارع وكده اكون بتواصل مع نفسي؟ لا، عشان تتواصل مع نفسك محتاج حاجتين. اول حاجه لازم تكون بتكتب افكارك واللي انت حاسه، سواء بالورقه والقلم او حتى على النوتس. انا عن نفسي عامله شات بيني وبين نفسي على الواتساب، يعني بطمن عليها كل فتره كده. طب انا ما بحبش الكتابه يا عم، ده انت رخم قوي، بس برضه هقولك تعمل ايه. ممكن تستعين بصديق او شخص تكون بتثق فيه جدا، بس بشرط يكون قاعد زيه زي الحيطه، لا يقولك حلول ولا يقول راي، بس هيبقى قاعد بيسمعك. الفكره كلها ان الهدف ان انت تكون بتسمع افكارك وبتنظمها كويس. طب ليه الشخص يكون بيسمعني بس وما بيتكلمش؟ الفكره ان احنا لما بنكون مشتتين ومش فاهمين ايه اللي جوانا، اي حد هيقول لنا اي حاجه هنمشي وراه. وايوه فعلا عندك حق، انا فعلا حاسس بكده. الحاجه التانيه بقى ask yourself، اسال نفسك 3 اسئله اول ما تحس بحاجه. اول سؤال انا حاسس بايه؟ تاني سؤال انا ليه حاسس بكده؟ لازم تكون عارف السبب كويس عشان تعرف تتعامل معاه. واخر حاجه انا هعمل ايه مع الشعور ده. وافتكر ان هدفك الرئيسي تكون فاهم شعورك وتعرف تتصل بنفسك كويس. بس اوعى يكون نتيجة الاتصال ده إن الهاتف الذي طلبته ربما يكون مغلقا، برجاء إعادة الاتصال في وقت لاحق.